عاملين ايه؟ احنا هنحل النهارده عن الدرس اللي احنا خدناه اللي هو درس المصفوفات، فبتمنى منك قبل ما تشوف الحلقه دي تروح تشوف الحلقات اللي احنا نزلناها على الدرس عشان تبقى عارف احنا بنحل ازاي والحل عامل ازاي. احنا برضو يعني واحنا بنحل كده هنديكم معلومات خفيفه عن الدرس، بس طبعا انك لو شفت الحلقه هيبقى افيد بكتير. ويلا بينا، احنا بنحل اسئله كتاب المعاصر. يلا بينا بسم الله. بيقول لك هنا اول سؤال، مصفوفه 3 2 1 على نظم. احنا متفقين ان في المصفوفه على النظم بنعد الصفوف الاول بعدين ايه الاعمده، فهي هنا كده صف واحد 3 اعمده، يبقى هي دي نظام 1 في 3. هنخش على السؤال الثاني. بيقول لك اذا كانت الالف 3 1 سالب 2 5 ج 4 7 8 9 فان الف 2 1 زائد الجيم 1 2. فاحنا متفقين ان الف دي ما بتتقراش الف 12، هي بتتقرا الف 2 1 اللي هو الف تاني صف عمود اول، يعني الرقم الاولاني ده بيبقى الصف، الرقم الثاني بيبقى العمود. فانت لو انت مثلا صعب عليك فما تقراهاش الف 12، هتقراها ايه الف 2 1. تمام. هو عايز هنا الف 2 1، هنا الف 2 1 اللي هو الصف الثاني العمود الاول، الصف الثاني اهو العمود الاول اهو تبقى سالب 2. وهنا عايز الجيم 1 2 اللي هو الصف الاول العمود الثاني، الصف الاول العمود الثاني اللي هي السبعه، فهي هنا هتساوي 5. هنخش على السؤال الثالث. بيقول لك اذا كانت المصفوفه على نظم 2 في 3 فان عدد عناصرها في المصفوفه. احنا متفقين ان احنا عدد عناصر المصفوفه دي بنجيبها من ان احنا بنضرب النظام، اللي هو مثلا لو هي 2 في 2 فاحنا بنضرب ال 2 في 2، لو هي 2 في 3 بنضرب ال 2 في 3، عشان ايه انت تضرب النظام اللي هو عدد الصفوف في عدد الاعمده. تمام. فهو هنا هنضرب اقول 2 في 3 هتبقى ب 6. بيقول لك اذا كانت ب مصفوفه على نظم 3 في 1 فان ب مدور مصفوفه على نظم. احنا متفقين ان الب مدور دي، المدور عامه بيغير النظام. فانت مثلا لو هي على مصفوفه 2 في 3 لما انت هتعمل لها مدور هتبقى 3 في 2، يعني هي بتعكس مش بتغيره خالص، هي بتعكس النظام. تمام. فانت لما هتعمل هنا للمصفوفه دي مدور، بدل ما هي هتبقى 3 في 1 هتبقى 1 في 3. بيقول لك هنا اذا كانت المربع ده احنا متفقين ان هو المصفوفه الصفريه، مصفوفه صفريه على نظم 2 في 2 فان عدد عناصر يساوي. انت ممكن في السؤال ده تقول انها مصفوفه صفريه فالعناصر اللي جوه بتبقى كلها صفار فهي هتبقى صفر، بس هي مش كده. احنا اتفقنا ان هو عدد النظم دايما احنا بنجيب عدد العناصر بنضرب النظم، اللي هي مثلا نظم 2 في 2 في دي هتبقى 4. وهنا نخش على السؤال السادس. بيقول لك اذا كانت الف مصفوفه على نظم 3 في 4 فان الصف يحتوي على كم عنصر. هو هنفصص السؤال الاول، لو قال لك المصفوفه دي على نظم ايه 3 في 4 هنعمل المصفوفه عشان نعرف نحل. المصفوفه هنا 3 في 4 يعني 3 صفوف واربع اعمده، 3 صفوف اهم واربع اعمده. فهو هنا بيقول لك الصف بيحتوي على قد ايه، يعني الصف بيحتوي على كم عنصر. فهنا الصف اهو ده الصف، الصف هنا اهو هنا محتوي على 4 عناصر. انما ممكن في سؤال زي ده بدل ما يقول لك الصف بيساوي ايه يقول لك العمود بيساوي ايه. فاحنا برضو هنا لو قال لك العمود بيساوي ايه فانت هتعمل كده على العمود اهو، العمود هنا بيساوي 3 بس هو هنا طالب الصف فهتساوي 4. بيقول لك اذا كانت الف مصفوفه على نظم 3 في 2 فإن المصفوفة 2 ألف على النظم. احنا متفقين ان اي رقم هيتضرب في المصفوفة ما بيغيرش النظام، الحاجة الوحيدة اللي بتغير النظام المدور. انما لو انت مثلا ضربت اي رقم حقيقي في مصفوفة ده ما بيغيرش النظام، بيسيب النظام زي ما هو. انت اللي انت بتعمله انت بدل ما يعني الرقم اللي انت بتضربه ده بيتضرب في عناصر جوه المصفوفة بس ما بيغيرش النظام بتاعها. فهي هنا دي نظامها 3 في 2 فهي هتبقى 3 في 2. هنخش على السؤال الثامن. بيقول لك إذا كانت ألف 3 سالب 2 7 5 سالب 4 2 فإن ألف 31 ب 3 1. احنا اتفقنا ان برضو ان لو انت حابب تقراها الف 31 عادي، بس خليك فاكر ان الرقم الاول ده الصف، الرقم الثاني العمود. فهو هنا بيقول لك الالف 31 احنا عامة هنجيب الف 31 في جنب اهي، يعني الصف الاول العمود الثالث اللي هي السبعه. هو هنا قال لك ان الب بتساوي الف مدور، فاحنا هنعمل المدور بتاع المصفوفه الف عشان نقول ان الب بتساوي كذا. تمام. فهنا الب اهي بتساوي الف مدور، الالف مدور بدل ما هي التلاتة وسالب 2 و7 في صف هتبقى في عمود.
يعني هنا 3 سالب 2 7، والخمسة وسالب 4 و2 بدل ما هي في صف هتبقى في عمود. 5 سالب 4. فهو هنا بيقول لك الب 3 1، يعني الب الصف الثالث العمود الأول بتساوي لا معلش هنعيد السؤال ده تاني عشان في كتبت حاجة غلط. بيقول لك هنا هو ألف، هو عايز هنا الألف مدور. فأنت هنا الألف مدور قصدي بدل ما هتبقى 3 و5 في عمود هتبقى في صف. أنا عكست، يعني أنا قلت العكس، بس هي بدل ما هي هتبقى التلاتة وخمسة في عمود هتبقى في صف. هتبقى 3 5 سالب 2 سالب 4 7. هو عايز هنا الصف الثالث العمود الأول، الصف الثالث العمود الأول 7 7 و7 14، فهي الإجابة هتبقى 14. هنخش على السؤال رقم 9. بيقول لك الألف 2 3 سالب 1 4 سالب 7 6، فإن الألف مدور. إحنا الألف مدور اتفقنا إن هو إيه، بدل ما هتبقى دي في صف، بدل ما هتبقى دي في عمود هتبقى في صف، وممكن برضو تبقى بدل ما دي في صف هتبقى في عمود، بس دي هتتكتب هي يعني. هتبقى هنا 2 3 سالب 1 4 سالب 7 6. ده الألف مدور. هنا هنشوفها في الاختيارات. هو قال لك هنا اول حاجه انت هتضربها في 2، يعني هو عايز 2 الف مدور، فاحنا بنجيب المدور الاول وبعدين نضربها. عادي لو انت مثلا ضربتها وبعدين جبت المدور تمام، بس احنا بنعمل ده الاسهل يعني. هنضرب هنا بقى في 2، هتبقى 4 8 6 سالب 14 سالب 2 12. فاحنا بقى نشوف هنا الاختيارات هتبقى ايه. بيقول لك هنا هنخش على السؤال رقم 10. اقل عدد من العناصر يمكن تحتويها مصفوفه، وهي اصغر مصفوفه اللي هي المصفوفه 1 في 1. وانت هنا عشان عدد العناصر احنا اتفقنا ان احنا بنضرب النظم اللي هي لو 1 في 1 هتبقى الواحد في 1 تبقى بواحد. ده اقل عدد. بيقول لك 12 اذا كانت الف مصفوفه مربعه عدد عناصرها نون، فان نون يمكن ان تساوي. هو قال لك هنا المصفوفه مربعه، هو عايز هنا قال لك هنا اول حاجه ان المصفوفه دي مربعه. فبيقول لك عدد عناصرها ممكن تكون، احنا متفقين ان المصفوفه في مصفوفات مربعه كتير. احنا المصفوفه المربعه دي اللي هو الصف بيساوي العمود، فانت هنا ممكن تكون 2 في 2 3 في 3 4 في 4 1 في 1. فانت هنا ال 2 في 2 دي بتديك 4، وال 3 في 3 ب 9، وال 4 في 2 4 في 4 ب 16. فانت هنا هنشوف بقى دول في الاختيارات اللي موجوده هنختاره. فهنا الاربعه مش موجوده، وال 16 مش موجوده، التسعه موجوده، يبقى هي التسعه. بيقول لك اذا كان عدد عناصر المصفوفه س يساوي 12 عنصر، فان مما ياتي لا يمكن نظم لمصفوفه. فاحنا اول حاجه هنشوف، هو قال لك هنا عدد عناصرها بيساوي ايه 12، التلاتة في 4 ب 12. احنا هنعمل ايه يعني، هنعوض فاهم يعني. احنا هنشوف الاختيارات، هنجيب عدد عناصر الاختيارات اللي هو الصف في العمود، والايه والناتج هنقارنه بالناتج اللي في المساله. فهنا التلاتة في 4 دي ب 12، والاتنين في 6 ب 12، الاربعة في 8 32، الواحد في 12 ب 12. فهو المختلف ج اللي هو 4 في 8. بيقول لك المصفوفه أ هنا 0 0 0 0 0 0 0 0 2. احنا متفقين ان لو كلها اصفار بتبقى مصفوفه صفريه، دي مش كلها اصفار عشان فيها رقم فدي غلط. مصفوفه الوحده احنا بنقول ان مصفوفه الوحده لازم يبقى القطر الرئيسي فيه وحايد، يعني فيه وحايد مش ارقام عاديه، فيه وحايد. هنا المصفوفه الرئيسيه هنا، المصفوفه الرئيسيه هنا دي فيها 2 مش 1، يبقى دي غلط.
المصفوفة القطرية، المصفوفة القطرية دي هتبقى الإجابة الصح، عشان المصفوفة القطرية بيقول لك إن جميع عناصرها أصفار ما عدا القطر الرئيسي بيبقى فيه أرقام، حتى لو رقم واحد على الأقل. يعني ممكن مثلا هي هتكون ممكن مثلا إيه، بدل الاتنين دي تبقى واحد، ممكن تبقى صفر واحد واحد، صفر اتنين واحد، فاهم؟ فهو قال لك لو فيها رقم واحد على الأقل، يعني مش القطر الرئيسي كله صفار، يعني ممكن يكون فيه صفرين ورقم، فدي إيه المصفوفة القطرية، ودي هتبقى الإجابة الصح. بيقول لك إذا كانت السبعة 2 ناقص 2 س 15 ثواني 2 ناقص ص 15. فبيقول لك هنا هو عايز السين زائد الاتنين ص. هو قال لك انها مصفوفة قطرية، يعني ايه؟ القطر الرئيسي بيساوي ارقام والعناصر التانية بتساوي صفار، فانت هنا هتقول الاتنين س 2 ناقص 2 س بتساوي صفر، فالسين هنا بتساوي واحد. هنا قال لك هنا 2 ص هتبقى 4، هتبقى 4 ناقص الصاد ناقص 2 صاد بتساوي صفر، عشان احنا قلنا انها بتساوي صفار، فهي هتبقى هنا 4 ناقص 2 صاد، هنطلع الأربعة بره هتبقى سالب 2 صاد، وهنا سالب 4، الصاد بتساوي 2، فالإجابة هتبقى دي 3. تمام. نخش على السؤال رقم 16. بيقول لك ألف مصفوفة قطرية على نظم 3 في 3، فإن ألف 12 بتساوي س زائد 4، فإن السين بتساوي. هو قال لك هنا ان المصفوفه القطريه هي المصفوفه الوحيده اللي بتساوي، اللي هي المصفوفه اللي لازم القطر الرئيسي يكون فيه ارقام والعناصر التانية ما فيهاش ارقام. فاحنا متفقين ان القطر الرئيسي احنا هنعمل مصفوفه قطريه، عشان ايه؟ ابسطها لك خالص. بيقول لك هنا المصفوفه القطريه، احنا اتفقنا المصفوفه القطريه اهي الف 1 1 الف 2 2 الف 3. هنا كل دي اصفار، فهنا هو هنا قال لك ان الالف 12 بتساوي س زائد 4. انت لو بصيت هنا، لو الرقم ده من القطر الرئيسي يبقى هنا دي بتساوي ارقام، بس الرقم ده مش من القطر الرئيسي يبقى هي بتساوي صفر. فهنا هنقول ان السين زائد 4 بتساوي صفر، فالسين بتساوي سالب 4. هنخش على السؤال رقم 17. بيقول لك في المصفوفة 4 3 1 1 س ناقص 1 2 0 6، إذا كان مجموع العناصر الرئيسية تساوي ضعف مجموع عناصر القطر إيه؟ الآخر اللي هو السين. هو عايز هنا السين، فإحنا هنقول هنا، هو قال لك هنا القطر الرئيسي ده بيساوي ضعف القطر الآخر، القطر الآخر ده، تمام؟ فهو هنا لو بصيت الواحد ده فوق وأربعة هنا 2، إنما السين هي موجودة في القطرين، فهي هنا هتساوي 4. بيقول لك إذا كانت المصفوفة على نظم 3 في 3 وكان مجموع عناصر الألف يساوي 12، فإن مجموع عناصر القطر الرئيسي. هنا بيقول لك إن المصفوفة دي 3 في 3 ومجموع عناصر الألف بتساوي 12، مجموع القطر الرئيسي، وعايز القطر الرئيسي اللي هو هنا ده. فاحنا هنقول انها ايه؟ طالما 3 في 3 ممكن تكون مصفوفة صفرية، مصفوفة قصدي قطرية. فاحنا هنقول هنا 0 0 0 0 0 0، هنا ألف 11 ألف 22 ألف 33. فأنت هنا دول ألف 3 ألف 11 ألف زائد 22 ألف 33 دول بيساوي 12، فهي هنا ب 12. ليه بقى؟ عشان هي مصفوفة القطرية هو ده بس، يعني ده القطر الرئيسي بس بيبقى فيه ارقام، مهما كان بقى ايه الارقام اللي جواه، بس لازم يبقى فيه ارقام. انما العناصر اللي بره القطر الرئيسي دي تبقى اصفار. فانت هو بيقول لك هنا ان دول عناصر دول بيساوي 12، مجموعهم بيساوي 12. فانت هنا مفيش اصلا هنا ارقام، هو عايز هنا ايه؟ عناصر القطر الرئيسي، القطر الرئيسي اللي هو ده، وهو اصلا الوحيد اللي بيبقى فيه ارقام. فانت لو حسبتها ان هو هتقول هنا المصفوفه دي بتساوي 12، فانت عايز تشوف دول جمعهم بيساوي ايه.
انت هتطير الاصفار دي ملهاش لازمه دلوقتي. فانت هتقول الف 11 زائد الف 22 زائد الف 33 بتساوي ايه؟ بتساوي ال 12 عشان اصلا كلها اصفار، فهو القطر الرئيسي الوحيد اللي مدي رقم في المصفوفه. تمام؟ هنخش هنا على السؤال رقم 19. بيقول لك الف س 2 سالب 1 6 5 مدور 1 سالب 1 سالب 3 6 2 ص. هنا اول حاجه هو مديك المصفوفه دي مدور، فاحنا هنجيب لها المدور بتاعها اللي هو هنا 1 س 2 سالب 1 6 5. احنا في الحلقات اللي فاتت قلنا ان المصفوفه عشان تساوي مصفوفه تانية اول حاجه بنبص عليها النظام، لازم يكونوا نفس النظام. فانت هنا المصفوفه دي 3 صفوف وعمودين 2 في 3، والمصفوفه دي برضو 3 صفوف في عمودين هتبقى 2 في 3. فانت هنا دلوقتي اول ايه شرط اتحقق. تاني شرط بيقول لك ان لازم كل عنصر في المصفوفه ا بيساوي العنصر المناظر ليه في المصفوفه ب. فانت هنا الواحد بيساوي الواحد، السالب واحد بيساوي السالب واحد، الاتنين بيساوي الاتنين، الستة بتساوي الستة. فاحنا هنا نقدر نقول ان السين بتساوي سالب 3 والصاد بتساوي 5. هو عايز هنا السين في الصاد اللي هي السالب 3 في الخمسة اللي هي ب 15. هنخش على السؤال رقم 20. بيقول لك إذا كانت التلاتة 5 س سالب 2 بتساوي 3 5 7 ص زائد 1 فإن السين زائد الصاد. أول حاجة برضه عشان نقول إن المصفوفة متساويين نشوف النظم، دي نظامها 2 في 2 ودي نظامها 2 في 2. تاني حاجة هنقول إن لازم الأعداد بتساوي إيه؟ كل عنصر في المصفوفة أ بيساوي كل عنصر في المصفوفة ب. فإحنا هنا بنقول إن التلاتة هتساوي التلاتة والخمسة بتساوي الخمسة. فإحنا نقدر نقول إن السين بتساوي 7 والصاد زائد 1 بتساوي السالب 2. فإن الصاد بتساوي هتطلع الواحد تبقى سالب 3. فهو عايز هنا السبعة زائد السالب 3 بتساوي 4. بيقول لك إذا كانت 4 س سالب 1 ص بتساوي 4 عين صفر 3 مدور، فإن السين ص س صفر 4 مصفوفة. فهو عايز المصفوفة دي بتساوي إيه يعني؟ فإحنا أول حاجة هنعملها هنا المدور، هو قال لك هنا هتبقى 4 عين صفر 3. تمام؟ فهو هنا احنا برضو عشان احنا زي ما بنقول لازم نعرف عشان المصفوفتين يساووا بعض النظم تكون نفس النظم. فالمصفوفه دي 2 في 2 والمصفوفه دي 2 في 2. العناصر بتساوي العناصر، هنا الاربعه بتساوي الاربعه. فاحنا هنا نقدر نقول ان هنا السين بتساوي العين، وهنا السالب 1 الصفر. لا السين بتساوي الصفر عشان احنا بنعمل على اللي تحت مش على اللي فوق عشان هنا في مدور. فهنا السين بتساوي صفر، العين بتساوي سالب 1، الصاد بتساوي 3. تمام؟ فهو هنا بيقول لك بقى عايز يشوف المصفوفة دي بتبقى مصفوفة ايه؟ فهنا الصاد احنا طلعنا الصاد بتساوي 3. الصاد بتساوي 3 والسين بصفر، هنا الصفر، العين بسالب 1. فإذا المصفوفة دي هتبقى مصفوفة قطرية، عشان احنا قلنا المصفوفة القطرية لازم القطر الرئيسي القطر الرئيسي فيها لازم يساوي أرقام. فهنا القطر الرئيسي هنا بيساوي أرقام والباقي العناصر الأصفار، فهي مصفوفة قطرية. هنخش هنا نخش على السؤال رقم 22. بيقول إذا كانت 12 ناقص 2 ص 16 سالب 8 بيساوي سالب 4 سالب 3 4 2 ص ناقص السين 2. هو احنا أول حاجة هنضرب، أول حاجة هنا نضرب هتبقى هنا 12 16 سالب 16 هتبقى هنا سالب 8 ص زائد 4 س هتبقى هنا سالب 16. هتبقى هنا سالب 8. تمام؟ هو هنا بيقول لك الاتنين متساويين عشان هما الاتنين نفس النظم، والارقام كل عنصر بيساوي العنصر المقابل ليه. تمام؟ هنا بقى هو بيقول لك ايه؟ هو عايز السين والصاد. فاحنا اول حاجه نقدر دلوقتي نقول ان الايه؟ ان السالب 2 س بيساوي 16 سالب 16 سالب 16. هتبقى السين بتساوي
8. هنقول هنا 2 صاد، 2 صاد ناقص السين بتساوي 16. ايه ده؟ 4 قصدي 8 صاد، 8 صاد 4 س تساوي ايه؟ 16. فاحنا هنا هننزل بال 8 صاد زي ما هي، هنعوض هنا ب 8 ال 4 في 8 ب 32. هي دي ده 32 بتساوي 16، هتطلع بره تبقى بعكس الاشاره، هتبقى هنا ال 8 صاد بتساوي 16 ناقص 32. هتبقى ب 16. هنقول هنا سالب 16، هنقول هنا الصاد بتساوي اللي هو السالب 8 على السالب 16 اللي هي ب 2. تمام. هنقول هنا السين، هنقول هنا ال 8 في الاتنين هتطلع ب 16 جذر 16، جذر 16 جذر 16 هتبقى هنا ب 4. هنخش هنا على السؤال رقم 23، بيقول لك إذا كانت السين تربيع ناقص ص تربيع 4 8 14 12 س زائد ص 8 14. هو عايز هنا إيه؟ السين في الصاد. أول حاجة هنعملها هنا هنكتب المعادلة، هتبقى هنا السين تربيع ناقص الصاد تربيع بتساوي 12. هنقدر هنعمل هنا دي كده س ناقص صاد وس زائد صاد بتساوي 12. تمام. احنا كده كده معانا ان السين زائد صاد بتساوي 4 ب4. هنقول هنا السين ناقص صاد، هنقسم بقى هنا على 4 هتبقى هنا على القسمة هنا هتبقى ال 12، هتبقى هنا السين ناقص صاد ب3. تمام. هتبقى هنا السين زائد صاد، س زائد صاد بتساوي 4. هنجمعهم بالجمع، هنقول هنا السين زائد س ب2 س، هنا الصاد مع الصاد ونجمع دول هتطلع ب7. هنقسم على الاثنين هتبقى 7 على الاثنين. هنعمل هنا ايه؟ هنعوض بقى، هنعوض في السين زائد صاد. هنقول هنا 7 على الاثنين زائد الصاد بتساوي 4. هنضرب في 2 بره وجوه وهنا ب2، هتبقى هنا 7 زائد 4 هتبقى هنا قصدي 14 زائد 2 صاد بتساوي 8. هتبقى 14 زائد 8 21 على الاثنين، تبقى الصاد بتساوي 21 على الاثنين. هنعمل بقى، هو طالب ايه؟ السين في الصاد. هتبقى هنا 21 2 في هتبقى هنا 4 تمام. هنخش هنا على السؤال رقم 14، بيقول لك إذا كان أ ج س نص 1 ج س حيث الصفر أكبر أو يساوي الس أكبر أو يساوي الباي 2. هو عايز هنا أ 1 1 في أ 2 2. الألف 1 1 الألف عمود صف أول عمود أول، ألف صف أول عمود أول هتبقى ج س في الألف 2 2. الألف 2 2 هو صف تاني عمود تاني اللي هي ج س في الج س. هنا ألف 1 2 اللي هي الصف الأول العمود التاني اللي هي بنص، والألف 2 1 الصف التاني عمود أول اللي هي ب1. فهنا الج س في الج س بج س تربيع بتساوي نص. احنا ناخد هنا الجذر هتبقى ج س بتساوي جذر النص، إذا السين بتساوي 45. 45. بقى نخش هنا على السؤال رقم 25، بيقول لك أ بتساوي جتا سيتا جا سيتا جا سيتا جتا سيتا. فهنا قيمة السين التي تجعل المصفوفة مصفوفة وحدة. مصفوفة وحدة يعني القطر الرئيسي بيساوي 1 والعناصر الأخرى أصفار. القطر الرئيسي بيساوي 1 والعناصر الأخرى
اصفار. فاحنا هنا هنقول القطر الرئيسي اللي هو جاتا سيتا تساوي واحد. الجاتا سيتا بتساوي واحد، يعني دول بيساوي واحد، والجا سيتا والجا سيتا بصفر. فاحنا هنا هنقول هو عايز قيمة السيتا اللي هي بتخليها بواحد ودي اللي بتخليها بواحد، تمام؟ فانت هنا هتقول الجاتا سيتا بتساوي واحد وجاتا سيتا هنا بتساوي واحد. فاحنا عايزين نعرف ان السيتا بكام. فاحنا هنا هنشوف بقى يعني ايه جاتا ايه بتساوي الواحد. فهي هتبقى جاتا باي على الاتنين. وكده خلصت حلقتنا، وكده خلصنا حل على درس المصفوفات، وان شاء الله نعملكم الحلقه الجايه. متنسوش تعملوا اشتراك ولايك، ويلا سلام.